ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. رصد تقرير حديث خطورة وصول الصراع المغربي الجزائري على ملف الصحراء إلى مستويات مقلقة، خاصة في ظل اعتزام الرباط زيادة ضربات الدرون على جبهة البوليزاريو بعد أحداث السمارة. التقرير الذي أعده معهد الشرق الأوسط كشف أن الصراعات متواصلة بين الجزائر والرباط التي تبلغ مستويات خطيرة لن تفتح رغم ذلك الباب على أمام احتمال نشوب صراع مسلح بين البلدين، خاصة وأن الحرب لا تقف في كلا الجانبين. وأورد المصدر ذاته أن الصراع بين الطرفين سيبقى متواصلا، لكن في صورة التنافس الدبلوماسي في الملتقيات الدولية وسباقات التسلح والمناورات على الحدود. وفي حالة حدوث تطور خطير كوجود إصابات، فإن التصعيد من المرتقب أن يبلغ مستويات متقدمة. وتحدث التقرير عن استمرار الجزائر في المستقبل في ضرب الوحدة الترابية للمملكة على الصعيد الدولي، لكن ذلك لن يؤثر على الوضع الراهن الذي يعرف ارتياحا مغربيا في ملف الصحراء، سواء على المستوى الميداني أو الدبلوماسي، بحيث سيكون تأثير الجزائر ضعيفا. وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أن التصعيد في منطقة الصحراء المغربية من المرتقب بأن يتزايد في المستقبل من خلال المناوشات التي تقوم بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، الأمر الذي من المحتمل أن يؤخر وجود حل سياسي للملف. وفق المصدر التالي في الذكر، فإن المكانة الدبلوماسية للجزائر والمغرب على المسرح الدولي ليست متشابهة، لكن كلاهما سيحرص مستقبلا على تعزيز نفوذه الدولي لإبراز قوته. وفي شق التنافس العسكري، بيّن التقرير أن المملكة المغربية ركزت في السنوات الأخيرة على معدات حربية للمراقبة والدفاع وطائرات مسيرة هجومية. الأخيرة بدأت تلعب دورا حاسما في أرض الميدان، وفق الأخبار التي تشير إلى تصفيتها قيادات مهمة في تنظيم البوليساريو، وذلك وسط صمت من قبل السلطات المغربية. وكانت أحداث سمارة التي مست مدنيين من بين اهتمامات تقرير معهد الشرق الأوسط، والتي فسر من خلالها أن المغرب من المرجح أن يزيد من استخداماته العسكرية، خاصة للطائرات بدون طيار، بعد التفجيرات التي حصلت في مدينة سمارة. المرجو الاشتراك في القناة وكذا الضغط على زر إعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.